السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايوه يا استاذ، ايه المشكله اللي انتوا بتعانوا منها هنا في المشكلة اللي احنا بنعاني منها هنا نقص اللي بنعاني منها هنا نقص مياه الري، ماشي، وفيضان مياه الصرف. ازاي يعني؟ اشرح لنا على الطبيعه. يعني احنا عندنا نوت مثلا زمام جمعية أبيس اللي هو فلسطين بأبيس القرية الثالثة حوالي 1200 فدان. 1200 فدان اللي بيشربوا من ترعة البيضة مشروع ري 144. المية بتغيب حوالي 15 يوم و16 يوم لغاية ما الزراعات بتموت من العطش. في نفس الوقت طب الارض اللي غرقانه ديت عباره سبب غرقانه كده ايه يعني؟ دي غرقانه من مصرف جزيره الجامع اللي هو ما بيتطهرش، اللي عليه مكان تالف، اللي رحت للصرف متهالك. يعني الصوبه دي كده باظت على كده؟ الصوبه ديت كده اصبحت جوزاء لا زرع فيها ولا ماء. بارت يعني. خلاص هي فيها ماء لكن ما فيهاش زرع. بارت بسبب ارتفاع مياه الصرف فيها. طب والارض اللي ورانا دي مرويه دي ولا؟ لا، الارض دي غرقانه بسبب ارتفاع مياه الصرف بتاع مصرف جزيره الجامع. وزي اللي هو المصرف اللي قدامنا ده ولا ده حاجه ثانيه؟ لا، ده مصرف داخلي اللي هو المفروض يصرف زي ما انت شايف حضرتك. الميه اهي. هذه الميه وادي الزرع وغرقت الارض. طب وايه السبب؟ السبب ان انا رحت لبتوع الصرف بنقول لهم يا جماعه دلوقتي المكن اللي هو شغال على الدشودي ده مكن هالك ومتهالك، والمصرف ده هو على جانبيه حوالي 20,000 فدان تقريبا. مصرف جزيرة الجامع ده طبعا الأراضي اللي واقعة على ضفة المصرف ده هو من الناحية القبلية ومن الناحية البحرية كل سنة بتتعرض لكده. يعني ال 20,000 فدان دول غرقوا كلهم؟ لا، هو الأراضي اللي هي واقعة على ضفتين. يعني هم نقولوا حوالي 5-6,000 فدان غرقوا. غرقوا يا حاج؟ ايوه يا فندم، خارجين هم والأرض ملحت وباظت. وصرفت عليا يعني مبالغ جامده. كلفتك كام يعني؟ مبالغ اكتر من 15,000 جنيه. باظت عليك. متكلفه اكتر من 30,000. الصوبه اللي احنا صورناها ديت فيها زراعه خالص وزبل، وزي ما انت شايف حضرتك الميه كلها في داخلها اهي. طب ما فيهاش زرع، بقى فيها ميه. والارض المزروعه بالذره دي كلها باظت؟ كل ده باظ سيادتك، حوالي اكتر من 30-40 فدان. هينشف خلاص كده. وجنان الجوافه اللي وراك دي برضه نفس الكلام. في قلب الميه اهي. في قلب الميه اهي، وصور الميه اهي عشان المسؤولين تعرف. يعني احنا بنشتكي كده. مين المسؤولين انت عايزهم يعرفوا يا حاج؟ المسؤولين الناس اللي عندها رحمه. مين يعني؟ بالفلاح بتوع الصرف. مين المسؤول؟ الراجل المسؤول. القطاع بتاع العكريشه موجود في كفر. انا عايز الراجل المسؤول يجي يشوفنا انا بعاني من ايه. انا حضرتك قدمت شكوى من 3 أسابيع لمسؤولين الصرف في كفر الدوار اللي هو في العكريشه. قال لي ان الصرف هيتنقل من كفر الدوار لاسكندريه. لا احنا عارفين هتبقى اسكندريه ولا كفر الدوار. طيب ولا عارفين نطهر المصرف ولا المكن الشغل يشيل الصرف. فين المجلس المحلي والوحده المحليه؟ ولا حد بيعبرنا. جرينا على كل الناس. كده لهم كلهم. كل موظف يقول لك قدم الشكوى اتفضل اتكل على الله انا هاخد اللازم. وما بيعملوش ايه اللازم ولا حاجه. بقى لها قد ايه المشكله دي؟ دي مشكله متكرره. كل سنه حضرتك بنقع في المشكلة دي كل سنة نتيجة تأخير برنامج التطهير. برنامج الزمني للتطهير بيجي لنا متأخر بعد الغرق ب3-4 شهور. أنا شخصيا طلبتهم بتقديم البرنامج الزمني ولا حتى لمن تنادي. في حاجة تانية يا أستاذ عصام كمان. ده في حاجة تانية. أنا رحت لبتوع الصرف في مرة بنقول لهم يا جماعة المكن اللي على مصرف جزيرة الجامع اللي بينقل في منطقة الدشودي ده مكن هالك ومتهالك وما أصبحش بيشيل المية بتاعة 20,000 فدان زي ما قلنا مصرف جزيرة الجامع بيشيلهم. ماشي. فقالوا إن المشكلة مع مصلحة الميكانيكا في مكن جديد بس المكن ده هو غالي. طب يا مصلحة الميكانيكا ما تنقلي المكن ده. قالت لا ده مسؤولية الصرف. ده المكن ده غالي، المكن اكتر من 1,000,000 جنيه واحنا ما نقدرش نشيل مسؤوليه نقل المكن. اصبحنا دلوقتي احنا حيرانين ما بين بتوع الصرف هم اللي ينقلوا يعني ايه مش قادرين يشيلوه يعني؟ لا بيقول لك المكن ده هو عايز يتشال بطريقه معينه عشان المكن ده تقيل والمكن ده ما نعرف. يعني احنا ما نعرفش القصه الفنيه ديت لكن المكن ده يعني في مكن موجود ممكن يحل المشكله. طبعا هم لو سمحوا لنا والله احنا زي ما بنقولوا نشيلوه على كتافنا ونودوه عشان حرص
حفاظا على اكل عيالنا، ده قوت اولادنا. احنا شايفين دلوقتي الاقتصاد، احنا المفروض ان احنا بنركب اقتصاد مصر، مش بنتلف اقتصاد مصر. طب انتوا ما رحتوش لاي حد خالص، اتجهتوا لاي حد وحتى لو عضو مجلس محلي حتى اللي احنا قلنا لحضرتك ده، وكل حاجه قدام الاعضاء وقدام كل الناس، وكل واحد في عينين شايف اللي موجود. كل واحد قاعد على مكتبه، ما حدش بيعبركم خالص. لكن اللي يجي عايز يشوفنا يجي يشوف ارضنا اللي باظت. الارض اللي وراك دي، الارض دي باظت حوالي اكتر من 30-40 فدان زي ما انت شايف كده حضرتك. الزرع ده بعد يومين 2 احنا هينزل. عايزين نوصل صوتنا للمسؤولين، انا عايز المسؤول الراجل اللي عنده وكيل الوزير، محافظ البحيره، وكاله الوزاره، والصرف بتاع الاراضي، كل ده يسمع صوتنا. بالنادي بالناس تنقذنا من اللي احنا فيه. في حاجه برضه شايفك انا فارغ. انا حضرتك عضو تمثيلي في رابطه عاملاها وزاره الري على ترعه البيضه وكينج عثمان. أيوة. الرابطه ديت معموله علشان خاطر ان هي تحرص تماما على توفير ميه الري للفلاحين. الميه شبه معدومه. ما انت وفرتها اهو، غرقتهم. طبيعي، ما احنا دلوقتي بناخد البديل ان احنا بناخد صرف البيوت بنروي بيه اراضينا اللي الزرع هيبيع الله. انا شخصيا بتروي الارض الزراعيه بميه الصرف. ميه الصرف انا بروي، احنا بنرويها كده، وهي ديت الري اللي احنا شايفينه. يعني وبنروح الميه المسؤولين في وزاره يعني الري. الميه دي كمان، دي اللي قدامي دي كده صرف بيوت، دي ميه صرف، صرف بيوت على صرف ارض زراعيه، وكل دوت زي ما انت حضرتك شايف كده بيضر الارض والزرع. تروح المسؤولين في وزاره الري الميه والكلام ده كله لك احنا الميه بتروح المصايف للبهوات والسياحه في والساحل الشمالي، وبتروح فين ويسيبوا للناس واكل وقوت الناس يغرق ويبوظ ويدبل في ارضه بسبب الغرق اللي حضرتك شايفه دلوقتي. قصدك في المصيف. في المصيف احنا دلوقتي في شهر 7 من نص 6 وهناخد شهر 7 بالكامل، مفيش ميه لري الاراضي. بتروح هناك في المصايف، نروح نشتكي يقولوا لنا عشان المصايف بنفس الشكل كده. المهندسين الري وكاله الوزاره وكاله الوزاره وكاله الميه في دمنهور بيجي مهندسين يبصوا خلاص ويمشوا، مفيش اي اعتناء باي حاجه. طيب ايه طلباتكم باختصار كده، يعني اختصار شديد طلباتكم ايه؟ احنا طلباتنا باختصار الاهتمام بالصرف وتطهير المصرف فورا، واحلال وتجديد المكاتب اللي بترفع الميه، واحنا طالبين تعويض من المسؤولين الارض، وهنرفع قضيه على الوزير وعلى الرئيس مسؤولين الري. توفير ما عادش عندنا لا اكل ولا شرب ولا هديك فلوس الشكل اللي مقدمها لهم دلوقتي. يعني انت حضرتك في قلب المشكله اهو، وانت شايف الارض طبلت وما عادتش نافعه بحاجه، وبتصرف كيماوي وبتصرف تجاوي وبتصرف مبيدات وبتصرف كل حاجه سيادتك بالتكاليف، والارض باظت اهي حضرتك. ضيف كده لحضرتك ان هم فاجئونا من 5 سنين بعمل الصرف المغطي للاراضي بدون طلب مننا. اتفاجئنا المكنه جت شقت الاراضي وحطت الخراطيم في وسط الطين. المفروض كان الصرف ده اتحط له رمل وزرع عشان يقدر يسحب الميه ويصرف للارض، وده طبعا ده بالتكلفه عليه. يعني حتى الصرف المغطي بايظ مليان هيصرف فين حضرتك؟ بايظ وبوظ الارض. المشكله الاساسيه ان لما المصرف ده بيزيد بيضرب الارض كلها من جوه ومن بره، لان الصرف كله داخل جوه الارض، اصبح الضرر مضاعف، وبيطالبونا بثمن الصرف المغطى اللي احنا ما استفدناش منه بل هو ضررنا. احنا نتمنى يا جماعه ان يكونوا المسؤولين سامعين صوتكم دلوقتي، نتمنى ان شاء الله، وحد منهم يجي يتابع المسؤول، واحنا ان شاء الله رئيس مجلس المدينه بنطالبهم بالنظر المنطقه. على فكره المنطقه اللي انت بتصور جنبها دهيت اللي هي غرقانه، مجلس المدينه اللي هي غرقانه جنبها مجمع مدارس ابيس القريه الثالثه اللي بيخدم حوالي 10,000 مواطن من اهل القريه. المدرسه ديت اللي كلفت ملايين على الدوله اصبحت بتعوم على مياه الصرف، مياه صرف مصرف جزيره الجامع. يعني احنا بنضر الاقتصاد بتاعنا، يعني احنا المفروض ان احنا بنركب الاقتصاد. يعني احنا شايفين السيد الرئيس والوزراء بينادوا بالنهوض بالاقتصاد المصري. طب احنا النهارده الاقتصاد المصري احنا عايزين نوصل. طب دلوقتي انت عايز بان هو يشوف المسؤولين اللي تحت هم بيضروا الاقتصاد ولا بيرفعوا الاقتصاد، واحنا بنشوف اعضاء مجلس الشعب اللي بننتخبهم ما بيعملوناش حاجه. يجي لكم فين بقى؟ عايز المسؤولين يجي لكم فين؟ انتوا فين دلوقتي؟ مكاننا في رئيس الثالثه الرئيسيه مركز كفر الدوار.